السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده، وزي ما انتم شايفين عملنا الجبنه الكريمه او الجبنه الكوبايات، الجبنه المطبوخه زي ما تسموها. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، تحفه جدا، كريميه وناعمه، وزي ما انت شايفه كده بتفردها بكل سهوله، وقلبناها كمان وهنعملها كده بتكات وحركات حلوه قوي، وطعمها تحفه كده. جبنه قشطيه كده، زبده عامله زي الزبده. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله وندخل نشوف الفيديو على طول. وهنعملها كمان في الخلاط، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. معايا كيلو لبن او لتر حليب، لبن جاموسي بقري الموجود عندك، وينفع كمان باللبن المعلب يعني. نزلت بيه في الخلاط، وهننزل بمعلقتين دقيق، معلقتين كبار كده دقيق هرميين، من تلات معالق نشا، تكون النشا مليانه، يعني ايه، تكون المعلقه مليانه كده وحلو. وبعد كده هننزل كمان بثلاث معالق لبن بودرة. ومعايا علبة الجبنة ديت هنزل بنصها، دي الجبنة عادية خالص اهيت كده، ده اختياري طبعا. لو حابة تنزلي بقطع جبنة مثلثات بدلها، ممكن تنزلي بحوالي 5 قطع مثلثات او 6 جبن، او 6 قطع بدل علبة الجبنة الفيتا دي. انا نزلت بنصها بس، هيدينا طعم الجبنة الفيتا او جبنة العبورلاندي يعني. نزلت بيها كده زي ما انت شايفة على ايه، على اللبن بتاعي. وهنزل كمان، كان عندي قطع جبنه مثلثات كده برضو نزلت بيها. وهنزل طبعا ما ننساش، هنزل بحوالي معلقه الا ربع كده ملح، متكتريش ملح عشان ما تحدقش معاكي. وهنزل بمعلقه سكر صغير، و3 معالق خل. ننزل ب3 معالق خل. الخل طبعا هيخلي الجبنه وهي بتنطبخ على النار هتحول معاكي الجبنه كده وحلوه، الخل هيخليها تحول لجبنه. وهننزل كمان بنص كوباية، ربع كوباية سمنة دافية اهيت. انا نزلت بسمنة مش زبدة ولا حاجة، لو انت حابة تضيفي زبدة ضيفي زبدة. وهنزل كمان بربع كوباية زيت. هضرب كله في الخلاط لحد لما القوام كله يتجانس معايا ويبقى زي ما انت شايفة كده عمل رغاوز. اضربيه في الخلاط ليه؟ عشان كل الخليط يدوب كله مع بعضه، ما يبقاش فيه يعني تكتلات وكده. جبت الحله بتاعتي بقى وهرفعها على النار، وخلي بالك بقى من الخطوات ديت. النار بتكون عاليه في الاول، وبعد كده هديها، وبايدك في التقليب على طول، ما تسيبيهاش معاكي ايدك فيه على طول عشان ما تلزقش منك وما تنشطش منك، لان طبعا ده لبن. وهتفضلي تقلبي فيها لحد لما الخليط يتقل معايا ويبقبق كده، تعرفي ان تستوي. ما تقلقيش خالص من الدقيق، الدقيق طبعا والنشا هيستوي خالص، ومش هيبان طعمه خالص في الجبنه بتاعتنا النهارده. جبنه كريمي، جبنه حلوه قوي طبعا للمدارس بقى، واستعداد المدارس اللي جايه علينا. نستعد كده المدارس، اعملي بس كيلو لبن، هتعملي جبنه، هتعملي علبه بسم الله ما شاء الله تجيلها 2 كيلو. هتحطها في التلاجة وهتعملي منها لولادك بقى في المدارس بسم الله ما شاء الله. تعملي لولاد منها بقى سندوتشات كده، تحطها في اللانش بوكس، هتوفر عليكي كتير. وطعمها حلو قوي، وجبنه كريميه كده وتحفه طبعا. طبعا يا جماعه، دي الجبنه الكيري او الجبنه الكريميه، اللي بتبقى زي في المحلات بالظبط، اللي هي بتعمل قشطه. انت ممكن بقى تزودي قشطه، ممكن تزودي اي نكهات، لكن انا زودت النهارده جبنه فيتا او جبنه عبورلاند، ادتني طعم العبورلاند. حطيت حته العبورلاند اللي انا حاطها ديت او قطعه الجبنه ديت، ادتني طعم الجبنه العبورلاند. طبعا اهم حاجه تكوني مهديه النار بقى، وتبداي تقلبي في الجبنه. يعني بصي تقلبي فيها، شايفه الخليط كل مدى بيتقل والخليط بيلمع معايا وعمل ازاي. هتلاقي الجبنه اتحولت معاكي الجبنه كريميه تحفه ما شاء الله. اهم حاجه تهدي النار وتسيبيها بقى تبقبق مع نفسها كده، وتقلبي فيها ايدك فيها على طول، تفضلي تقلبي فيها لحد لما الجبنه معايا تستوي. خلي بالك من الخطوه دي، الخطوه دي مهمه جدا. بصوا بقى، اللهم صل على النبي، شايفه قوام الجبنه عملت ازاي، استوت وبقت فيها لمعه كده، وبسم الله ما شاء الله تحفه. عايزه اقول كمان ان الفلاش كمان عندي او الاضاءه ظالمه الجبنه خالص. انا مش عارفه هي الاضاءه عامله فيها كده ليه. انا جبت بقى علبه عندي علبه تلاجة، وقمت ضايفه، قمت منزله الجبنه بتاعها. طبعا هي بتبقى كده خفيفه في الاول، بس بعد كده بتتقل خالص. بص اللهم صل على النبي، اهوت انا كده يا دوبك سويتها كده. هتحطها في التلاجة بقى، او هتسيبيها بره خالص لحد لما تبرد، وبعدين تحطها في التلاجة. عايزه اوريك القوام بتاعها بسم الله ما شاء الله. بصوا انا لسه ما حطيتهاش في التلاجة، دي القوام بتاعها بعد ما بردت شويه كده على الرخامه. بص قوامها ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وهنقلبها كمان لما تتحط في التلاجة كده وهنشوف شكلها. بصوا هي كده اتحطت في التلاجة، انا سبتها طبعا من بالليل للصبح، ما شاء الله مسكت معايا وبقت زي الفل. وهنقلبها كمان وهتشوفي منظرها وهتشوفي القوام بتاعها. انا قلت هناخد منها معلقه كده الاول، نحطها كده على حته لقمه. بصوا شايفه القوام بتاعها كريميه وتحفه بسم الله ما شاء الله.
قلبتها بقى كده زي ما انت شايفه، اتقلبت معايا بمنتهى السهوله. يعني انت ممكن تقلبيها وممكن تسيبيها في العلبه بتاعتها كده زي ما هي. طعمها حلو جدا، جبنه كريميه بطعم الجبنه العبورلاند، في حاجه في منتهى الجمال. اللهم صل على النبي، تحفه بسم الله ما شاء الله. فردها بقى على السندوتشات كده للولاد في المدارس، وهتبقى احلى جبنه. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.